السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رانيا الجزائرية. ان شاء الله احبابي مشتركين في القناة، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير في صحة جيدة ان شاء الله وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم غادي نديروا مع بعض وصفة تحلية. هذه تحلية بالخف تحضريها سريعة التحضير وبالخف تكمل، نظرا للذوق تاعها الرائع، لذيذة جدا، تجي شابة، تقدم باردة، سريعة التحضير كما قلت لكم، وما تجيش حلوة بزاف. الذوق تاعها نأكد لكم باللي شباب بزاف بزاف. ان شاء الله غير تتبعوا الفيديو باش تجربوها معايا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا كيفاش تجي درتها انا باربع طبقات. نبداو في مقادير الوصفة على بركة الله. صلوا على نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحتاج في المقادير لتر من الحليب، نحتاج غاطو لو بتي بور ولا اي نوع من الغاطو يكون عندك على الشكل مربع ولا مستطيل. هذاك الليتر تاع الحليب غادي ننقص منه كاس تاع الحليب باش نفخ فيه هذاك الغاطو تاعي. نوخر هذاك الكاس على جهه، وهذا اللتر الا كاس من الحليب غادي نزيد عليه 3 مغارف كبار تاع السكر او 3 ونص. درت 3 ونص، يعني الذوق يجي شباب، ما يجيش حلو بزاف، والسكر على حساب الذوق تاعكم. كاين اللي تبغي اكثر كميه اكثر تزيد مغرف. ونزيد 3 مغارف كبار تاع مايزينا ولا نشا، 3 مغارف كبار يكونوا بومبي معمرين غايه كما راكم تشوفوا. ونزيد مغرف صغيره تاع لافاني معمره، مغرف صغيره تاع لافاني ولا كيس من الفانيليا ولا مغرف صغيره تاع لافاني سائله، اي نوع يكون عندك. نخلطوا هاد المقادير بارد في بارد، ونعاودوا ندوها فوق النار، نخلطوا حتى تعقد لنا بهذه الطريقه. شوفوا نقعدوا نحركوا حتى تعقد، تمد لنا هاد الكريمه هذه تجي، ما نخلوهاش تعقد بزاف خاطر كي تبرد غادي تزيد تتقال. هذاك الكاس تاع الحليب دفيته شويه باش نفخ فيه الكاطو تاعي، وجبت هذا المول على شكل مربع اللي بدون قاعده، درت ان فون دو طارت من تحت وحطيت هذا الشكل تاعي الرباعي اللي بدون قاعده حطيته. المقادير تاوعه 18 على 18 سنتيمتر. نبدا نحط الكريمه في القاعده هي الاولى، نغلف كل قاعده. نستعمل الكريمه كي تكون حاميه مباشره، ما نخلوهاش حتى تبرد. نديرها هكا، نطلي كاع القاعده تاعي في كاع الجوانب. وندي الكاطو اللي غادي نستعمله نفخه في الحليب يكون شويه دافي. الحليب تقدري تزيدي له مغرف كبيره تاع الشوكولا بودر تاع الاطفال، شوكولا تاع الاطفال عاديه ديريها في الحليب، ولا تقدري تخليه كيما هكا. غادي نبقى نغمس غير بالحبه ونحطها بهذه الطريقه. هاي الاولى انقسمت. غير بشويه تعاملوا مع هذا الكاطو، غير تنفخوها غير شويه ونرفدوها، ما نخلوهاش تشرب مليح الحليب. بهذه الطريقه. كاين الكاطو اللي شويه يكون صغير على هذا الشكل، راه عندي النوع الثاني هكا صغير، تقدري تبلعي به الفراغات باش ما تبقيش تقسمي، تنغبني كي تبقي تنقسمي هكا يتفتت لك. تقدري تستعملي هذا النوع الصغير هذا. وهذوك الجوانب تاني نقسمو ونعمروهم كاع. فوق هذا الكاطو تاني نزيدو هاد الطبقه تاع الكريمه. خصنا نكونوا خفاف شويه في الخدمه. نزيد الطبقه الثانيه تاع الكريمه، ونكرر نفس العمليه، نفخ الكاطو ونزيد نعاود نسد فيه من الفوق.
هكا بهذه الطريقه يليق نكونوا شويه خفاف باش الكريمه هذه اللي رانا نخدموا بها ما تجمدناش وما تغبناش في التعامل تاعها. ان شاء الله اللي راه دخل عندي في القناه لاول مره ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو، وما تنسوش المتابعه على القناه او الاشتراك في القناه، ومرحبا بكم جميعا. هذه الطبقه الثانيه اللي كنت تشوفوا فيها، غادي نزيدوا فوقها الكريمه الثانيه، الكريمه الطبقه الثالثه، والكاطو الطبقه الثانيه. هنا ككل استعملت 2 علب ونص تاع الكاطو، 2 علب ونص كفاوني في هذا المقياس تاع المول اللي استعملته. نغطوها كاع في كاع الجوانب كما راكم تشوفوا. هنا شوفوا هذا الكاطو هذا النوع تاعه شويه صغير، هذا احسن من الاول، ما يغبنكش خاطرش بدون ما تقسميه تقدري تسد فيه بكل سهوله. راه متوفرين في الاسواق كاع الاشكال وكاع الانواع وكاع الاحجام، لكن الاختيار. نزيدو نغلفو تاني هذه الطبقه الاخيره، الطبقه الرابعه هذه والاخيره. وماذا بيك تكون الكريمه هذه تاع الطبقه الاخيره تكون شويه غليظه على الطبقات الاخرين، خاطرش غادي نزيدو الطبقه الاخيره تاع لاغاناش باش تكون باينه هذه الطبقه البيضاء مع لاغاناش تاع شوكولا بالحليب. دوك تشوفوا معايا الطريقه تاع التزيين. نغلفوها كاع مليح مليح كاع الجوانب. ونروحوا نخلوها في الثلاجه تبرد باش تجمد لنا تشد روح هذيك الكريمه. وروحوا درك نحضروا لاكاناش اللي غادي نستعملوها. استعملت هنا 100 غرام تاع مينا شوكولا بالحليب علبه كامله، وغادي نستعمل هذه الكريمه السائله اللي تكون نسبه الدسم فيها اكثر من 30%. غادي ندي منها كاس ماشي معمر بزاف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، ولا تقدري تدي منها نص علبه، كاس غير مملوء تاع 120 مليلتر من الكريمه السائله. وديت شوكولا بالحليب مينا 100 غرام، اي نوع تاع الشوكولا تقدري تستعمليه. غادي ندير هاد الكريمه السائله غادي نديرها فوق النار حتى تذوب لنا كاع مليح وتطبخ، ونزيد فوقها الشوكولا باش تذوب لنا فيها الشوكولا. الا ما درتلكش الشوكولا هكا مباشره تعاودي تقدري ترديها فوق النار وتزيدي تحركي حتى تذوب كل شيء يذوب مع بعض. نخلطوا مليح، ردوها فوق النار ونقعدوا نخلطوا حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا. هذه هي لاكاناش اللي غادي نستعملوها. هاد لاكاناش نستعملوها في لي طارت بزاف، في التحليات تجي شابه، ما تجيش حلوه بزاف بزاف، الذوق تاعها يجي شباب بزاف. نخلطوا هكا مليح. هي دابت لنا هذيك الشوكولا مع الكريمه السائله. هنا هذه المرحله اختياريه، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش كتزيين. زدت هنا 3 مغارف كبار تاع كاوكاو مقلي ومطحون خشين، غربلته باش نتحصل ندي منه غير داك الخشين على حسب الكميه. هنايا ديت 4 مغارف كبار تقريبا، غادي نزيد هاد شويه، ديت 3 مغارف وزدت تقريبا مغرف كبيره، يعني ككل 4 مغارف كبار. نحرك كل شيء مع بعض. كما قلت لكم تقدوا هذا الكاوكاو وما تستعملوش، يعني هنايا درت لاكاناش على شكل فيريرو روشي. خرجت هذيك التحليه تاعي بعد ما بردت تقريبا هكا نص ساعه، خليتها باش تشد روح هذيك الكريمه خاصه الطبقه الفوقانيه، وزدت فوقها هاد لاكاناش من الفوق كما راكم تشوفوا. نوزعها على كامل السطح من الفوق على شكل متساوي هكا بهالطريقه. نزيدو نحركوها مليح باش تكون متساويه السطح. نخلوها على جهه تبرد شويه، نعاودو ندخلوها الثلاجه، هي تقدم بارده. ماذا بيك تخليها كل ما بردت كل ما تجي شابه.
ها هي التحليه تاعي بعد ما بردت، خرجتها من الثلاجه. على الاقل تخليها ساعه، على الاقل ساعه. غادي نفوت الخدمي في كاع الجوانب هكا باش نقلع هاد السيرسو ولا المول هذا على شكل مربع. نتوما لما عندكم تقدروا ديروا مول عادي يكون بالقاعده تاعه، زجاجي ولا اي شكل يكون عندكم. بعد ما مررت الموس تاعي على الجوانب غادي نقلع هاد السيرسو بهذه الطريقه، وشوفوا النتيجه النهائيه. هنا تقدروا تزيدوا التزيين وتقدروا تخلوها كيما هكا. انا فضلت نخليها هكا، وغادي نقسمها دي ترونش. نقسمها هكا في الوسط على قسمين، ونعاود نقسمها على شكل مستطيل، على شكل دي ترونش طوال، ولا تقدروا ديرهم على شكل مربعات. وكل ما تقسمي تمسحي الموس تاعك ولا الخدمي تاعك تمسحيه بهذا الشكل بهذه الطريقه. شوفوا الشكل تاعها يقول يرد لكم الخبر باللي شابه بزاف، خفيفه. تكمل هذه قبل ما تحطيها تكمل. ان شاء الله فقط تجربوها معايا، ثقوا فيا في الوصفات تاعي، جربوها وتقولوا لي راي تاعكم في التعليقات. هذه هي 4 طبقات تاوعي راهم باينين، الكريمه راها باينه، ولا غاناش من الفوق تاني راها بريونت شابه بزاف. غادي ندي ان مورسو ندوقوه. يعني الحاجه الشابه في هذه التحليه انها بالخف تحضر. شوفوا كيفاش تجي، واو رائعه، لذة ولا اروع. ان شاء الله تجربوها، ونقول لكم نخليكم في امان الله الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.